هنعمل مع بعض النهاردة الكماج الفلاحي بالحليب والسمنة البلدي. رهيب. هنجهز معلقة كبيرة من الخميرة وعليها معلقة كبيرة من السكر وربع كوباية من المية الدافية، ونقلبهم ونسيبهم على جنب لحد ما تتفاعل الخميرة. ونجهز المكونات الجافة. معانا 4 كوبايات دقيق متعدد الاستعمالات، الكوباية المعيارية بتاعتي 250 ملي. هنحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر، ونقلبهم مع بعض علشان يتجانسوا. في الوصفة دي تقدري تستخدمي فيها الحليب او اللبن الرايب لو عندك لبن وراب مثلا، او الزبادي. هضيف اول حاجة كوباية الخميرة اللي تفاعلت، شفتوا فايرة ازاي؟ ده دليل ان الخميرة بتاعتي سليمة وشغالة. بعد كده هضيف كوبايتين الحليب، كوباية بتاعتي المعيارية زي ما قلت لكم 250 ملي، يعني يعتبر نص لتر من الحليب. وهنعجن. بعد ما العجينة تتلم معايا خالص في الاخر هضيف نص كوباية من السمنة البلدي. هتلاقي العجينة معاكي فرولت، بس في الاخر بتلم، ما تقلقيش. هبدأ اشكل العجين عشان اسيبه يخمر، يعني مش هسيب العجينة تخمر وبعدين اشكل العجين في الاخر، لا، انا هشكل العجين الاول وبعد كده اسيبه يخمر. تقدري تعمليها صغيرة او كبيرة، المهم ان انت هتسيبيه يخمر ساعة. بعد ما الوقت يعدي ساعة والعجين يخمر، شغلي الفرن على اعلى درجة حرارة فوق وتحت وسيبيه يسخن. وابدأي افردي العجين، افرديه بالسمك اللي انت عايزاه، بس ما يبقاش تخين قوي ولا رقيق قوي. كل ما تفردي 3 وحدات دخليها في الفرن على ما يستووا في الفرن تكوني عملتي 3 تانيين. انا ما استخدمت الصينية ولا قارب، انا حطيت على الصاجة بتاعت الفرن نفسها، غسلتها ونضفتها وبقيت احط عليها. دي احسن طريقة للتسوية ومش تستهلكي فيها صواني ومواعين كتير. ده اول دور دخلته الفرن، بدأ يقب وشكله جميل قوي الصراحة. لازم تجربي الطريقة دي. احنا عندنا في المحافظة بتاعتنا في مصر بيقولوا عليه كماج. لما رحت مرسى مطروح كانوا بيقولوا عليه بكاكين. انتوا عندكم بيقولوا عليه ايه؟ ما شاء الله العجينة ناجحة وطالع جميل وطعمه روعة روعة روعة. يتاكل لوحده من غير اي حاجة كده. هتبقى جميلة قوي في رمضان، في السحور، على الفطار. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتي، وهستنى تطبيقاتكم في الكومنتات. كل سنة وانتم طيبين.